السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آية سورة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هكذا تكون قوانين الطغاة وقوانين الظلمة وقوانين القتلة. فلما توهم إخوة يوسف أن التخلص من يوسف سيحول حياتهم إلى سعادة وسيخلو لهم الجو مع أبيهم يعقوب، لكن العكس تماما هو ما حدث. فكان التخلص من أخيهم يوسف هو سبب الشقاء والعناء، فقد عانى الجميع، وابيضت عيني سيدنا يعقوب من الحزن على يوسف، وساد القحط وساد الفقر وساد الجفاف وساد الجفاء، وظلوا يبحثون في الأرض عن ملجأ أو ملاذ، حتى عاقبهم الله باللجوء إلى يوسف نفسه. والقوانين دي بتتكرر في حياتنا يوميا. قانون الأب اللي بيفضل الولاد على البنات ويديهم ويحرم البنات من الورث، أو قوانين الإخوة الرجال اللي بيحرموا إخواتهم البنات من الورث على سبيل إن هي بنت وبذمة راجل. قانون المدرس اللي بيفضل بعض التلاميذ على بعض علشان ده بياخد معاه درس أو ده شاطر شوية أو ده كذا، بدون مراعاة الفروق الفردية أو مراعاة ضميره، على أساس إن ده شغله وده نظام شغله وإذا كان عاجبكم. نفس القوانين، قوانين إخوة يوسف، هي قوانين البياع اللي بيبيع بدون ضمير لشخص بسعر وشخص تاني بسعر تاني، ولا يتقي الله أبدا في حالة الناس اللي قدامه. قوانين إخوة يوسف لم ترتبط فقط بإخوة يوسف وظلمهم ليوسف وأخيه بنيامين، ولكنها امتدت لتصلنا في هذه الأيام على شتى طوائف المجتمع. والعامل المشترك في استخدام قوانين إخوة يوسف في أي مكان وفي أي زمان هو العوج. القوانين معوجة والقواعد معوجة، لم تستقم أبدا لتقيم العدل والحق في أماكنه. ولذلك لو رأى إخوة يوسف أن أباهم سيدنا يعقوب نبيا استلهم عدله وخلقه من منهج الله سبحانه وتعالى، وكان يحب في يوسف وأخيه الأخلاق والحلم والعدل والبر والرحمة، لم يحب يوسف لشخصه ولا لشكله ولا لمظهره، ولكنهم اغتاظوا واشتاطوا وامتلأوا حقدا لأنهم يفتقدوا إلى ما يمتلكه يوسف وأخيه من أخلاق. ولما عجزوا أن تكون أخلاقهم مثل أخلاق يوسف وأخيه وفقدوا الأمل في أن يكونوا صالحين، قرروا أن يكونوا صالحين بقتل يوسف أو إبعاده ونفيه من الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرفع شأن يوسف ويجعله نبيا في العالمين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.